اهلا بيكم في تقييم جديد من فواح. انا باسل، كل سنه وانتم طيبين. النهارده بعمل لكم تقييم لمجموعه من العطور تستخدموها في فصل الربيع. فصل الربيع في مصر والمنطقه العربيه بشكل عام بيواجه بعض التقلبات الجويه العنيفه. الصبح الجو بيبقى حر جدا، بالليل الجو بيتحول للنقيض تماما، بيبقى برد جدا. وفي ايام بنلاقي فيها ان الصبح بيبقى برد وسقعه وبالليل الجو بيبقى حر. وفي ايام مش بنبقى فاهمين، يعني كل ساعه بحال. النهارده التقييم اللي بقدمه لكم راعيت فيه ان العطور الموجوده تبقى مختلفه شويه في فئاتها السعريه نظرا لارتفاع اسعار العطور في مصر، وبحاول اني اوفق شرايح مختلفه من الاسعار. فانا هبدا باول عطر اقتصادي معايا، وهو عطر ايسي مياكي لو ماجور ديزي. العطر ده يا جماعه من العطور الجميله جدا، عطر تستخدمه في ايام الصيف الحاره وايام الربيع الحاره وطول ايام السنه. من العطور اللي هتأدي معاك كويس جدا. بالمناسبه العطر يا جماعه بيجي بشكل لطيف جدا. الزجاجه نفسها تحس ان هي زجاجه قويه، يعني وتحس ان هي زجاجه فيها نوع من انواع الصلابه والصلاده. يعني بالنسبه للعطر نفسه، فالعطر هو من العطور الخشبيه العنبريه البحريه. هو في الاساس بيجي في المقدمه في الافتتاحيه بتاعته بتيجي ريحه الحمضيات، ومع الحمضيات بتيجي شويه مكونات تانية كتير قوي هم قايلين عنها، ولكن انا بكلمكم عن اللي هشمه. الحمضيات في البدايه ومعها النوتات البحريه، والنوتات البحريه هنا ما فيهاش اي نوع من انواع الزفاره، ودي مشكله بعض محبي العطور مع العطور البحريه. ما فيش هنا ريحه زفاره، ولكن انت هتشم مع الحمضيات ومع النوتات البحريه ريحه الخشب، وهتشم ريحه الملح، وهنا في ريحه ملح، يعني ريحة ملح قوية جدا. لو انت من محبي عطر ميجامار، لو انت من محبي اكوا دي سال من بروفوم روما، فانت هتعجب بالعطر ده، لان ريحة الملح هنا كأنك واقف بالظبط على شط من الشواطئ وقدامك البحر بريحته الملحة، بريحة الهواء البحري القوي، الميكس الغريب ده. وبخلاف المزيج الجميل اللطيف ده بيجي في النهاية لمسة، يعني أنا في بعض الأحيان بحسها هي لمسة عنبرية نظيفة، إحساس كده نظيف نوعا ما، بيحافظ على ريحة جسمك نظيفة وريحة جسمك حلوة. العطر ده لو انت رايح الشغل الصبح زي ما وضحت كده في الأيام الحارة دي تستخدمه. لو انت هتدخل ميتنج مع عميل برضو استخدمه. لو انت هتلبس كاجوال، هتلبس فورمال، برضو استخدمه. هو عطر زي ما بنقول عليه جوكر، يناسبك في كل الاوقات والايام الحاره، وهو من العطور اللي ممكن نعتبرها بادجت فريندلي، صديق لميزانيتك العطريه. سعره في مصر بيتراوح ما بين $50 ل $70، فاشتريه. وهو من العطور اللي ادائها قوي، بيستمر معاك تقريبا حوالي اكتر من ساعتين في الفوحان الخاص بيه. الثبات بتاعه قبل كده قعد معايا من 2 ل3 ايام على الملابس، كنت بجربه في الشتاء فكان اداؤه قوي جدا وثباته عالي جدا. في الصيف قعد معايا تقريبا يوم، ومع الحركه والمجهود ريحته بتبان وبتظهر وبتفوح. انصحكم تجربوا العطر ده. بعد كده هتكلم بقى عن عطر تاني، هو من العطور اللي انا شخصيا حبيتها في الفترة الأخيرة، وهو عطر سوشيال مان أو الرجل الاجتماعي من دار منى الياسمين. الدار أنا اتكلمت عنها قبل كده، هتلاقوا التقييمات الخاصة بعطورها على القناة. سوشيال مان هو بديل لعطر جيفنشي جنتلمان سوسايتي. العطر هنا في تطابق عالي مع عطر جيفنشي، والأداء هنا أداء قوي جدا بالمناسبة. والسعر هنا لو احنا بنتكلم عن البادجت فهو يعني لا يمثل اي حاجة جنب عطر جيفونشي جنتلمان سوسايتي. والجودة عالية بالمناسبة، فانا مش هتكلم عن الجوانب دي خالص لان انا وضحتها. هو هتكلم بقى عن الريحة. الريحة انت في البداية اول ما بترشه، يعني الاتومايزر بيرش كمية كبيرة قوي، انت اول ما بترشه بتاخد احساس فريش كده جميل
ناعم، في لمسة سبايسي، وبعد كده بتشم، او انا شخصيا بشم لمسة هي اشبه ما تكون بلمسة الزهور اللي هي الصفرة، اليلو فلاورز. فانت بتشم اللمسة دي، وبعد كده بتشم لمسة خضرة خفيفة، وبعد كده تظهر معاك بقى ريحة الفانيلا الفريش، فانيلا فريش لطيفة ومنعشة. وهو من العطور اللي انا شخصيا في الفترة الاخيرة بحبها جدا، وما عنديش مشكلة ان انا استخدمها يعني طول العمر. انا ممكن ارشحه ان هو من العطور اللي ممكن استخدمها مدى الحياة. لو اتقال لي هات 5 عطور، سواء هو او جيفونشي جنتلمان سوسايتي، يعني الدي ان ايه ده نفسه حلو جدا بالمناسبة. طبعا هو من العطور الدافية نوعا ما، فانت تستخدمه بقى لو انت خارج بالليل، لو فرحك في العيد والمناسبات اللطيفة دي اللي احنا بنشهدها في مصر في فترات الاعياد، فاستخدمه والف الف مبروك مقدما. لو عايز بقى تستخدمه في الاستخدامات الحميمية، هيبقى من العطور اللطيفة، لان هو كومبلمنت جيتر، بيجيب اطراءات، واللمسة السويت الخفيفة اللي موجودة فيه مع الاحساس الجميل بقى اللطيف، تحس كده ان هو روش شويه. فهو بيعجب الليديز بالمناسبه، او الدي ان ايه ده بشكل عام بيعجب الليديز، فانا ارشحه لك. هتكلم بعد كده عن عطر تاني، وهو من العطور المحببه جدا لقلبي من سنين، وهو لانفين لوم. الدار الخاصة بلانفين كانت من الدور المشهورة جدا في مصر وعلى مستوى العالم في الفترة يعني من أواخر التسعينات كده وأول الألفينات، وتحديدا في مصر من أواخر الثمانينات على ما أتذكر، لأن كان في مجموعة من عطور لانفين بيتم إنتاجها هنا في مصر، وممكن نتكلم عن الموضوع ده بعدين. لانفين لوم هو عطر بالنسبة لنا بيدخلني في مود المدير الهادئ الجميل، يعني اللي هو احنا ممكن نعتبره ان هو عطر الياقات البيضاء. لو انت عايز تروح الشغل الصبح وريحتك تبقى نظيفة، ريحتك تبقى حلوة، بعد ما تاخد شاور كده الصبح عايز ريحتك تبقى فريش، الهايجين الخاص بيك نظيف في ايام الربيع الدافية او اللي ممكن نسميها حرة نوعا ما، فلانفين لوم من العطور الجميلة جدا. في البداية هو بيبدأ معاك بالحمضيات، ومع الحمضيات في الزهور، وبعد كده تبدأ الريحة تبقى فريش اكتر، او ممكن تحس ان هي اخدت اتجاه فريش سبايسي برضو نوعا ما، في ريحة لافندر كده بتظهر، وبتظهر معاها ريحة النعناع، وفي لمسة كده خفية موجودة من الاول خالص، بس انت مش هتقدر تحدد في الاول ايه هي، ولكن بمرور الوقت هتبدأ تشمها، وهي ريحة المسك. مسك نظيف، مش مسك باودري، لا هو مسك نظيف، احساس ان انت لسه خارج من الشاور، ومعاه لمسة خضرة كده خفيفة بسبب النعناع اللي موجود في الاول مع اللافندر. فهو بيدخلك في مود ان انت راجل، يعني راجل ثري او مدير، ريحتك نظيفة، ريحتك حلوة، عطر من عطور الياقات البيضاء. تلبس بدلتك كده، تلبس كاجوال، تلبس فورمال، تلبس تي شيرت، تنزل تروح الشغل، داخل ميتنج، هو من العطور اللي هتأدي معاك كويس قوي. بس ألفت انتباهكم برضو، هو عطر قوي في فوحانه. في أول نص ساعة لأول ساعة هيملى الأرجاء اللي انت بتتحرك فيها، وبعد كده فوحانه طبعا بيقل بالتدريج، والثبات الخاص بيه يقعد معاك من 12 ساعة ليوم كامل، يعني على حسب برضو طبيعة الملابس الخاصة بيك، ولكن هو بيخلي ريحة جسمك حلوة طول اليوم. يعني هو مش هيفوح جامد، ولكن هو حافظ على ريحة جسمك حلوة طول اليوم. فأي حد هيقرب منك مش هيشم منك ريحة مزعجة أو ريحة منفرة، ولكن هيلاقي إن ريحتك جميلة، ريحتك حلوة، ريحتك طيبة. يعني هو من العطور البادجت فريندلي، صديقة للميزانية العطرية. سعره في مصر تقريبا حوالي $40، فانت تستخدمه لو انت عايز تحس بالاحساس النظيف والمنعش اللي انا وضحته. بعد كده معايا عطر تاني من دار منى الياسمين، وهو من العطور القوية جدا، واعتقد ان هو من انجح العطور اللي هم قدموها.
يعني هو بيناسب احتياجات المستهلك المصري والعربي. هو بيديك عطر فريش قوي، اداؤه قوي، فوحانه قوي، ريحته لطيفة، وسعره مناسب جدا. العطر يا جماعة من العطور اللي اسم على مسمى، هو ديب اوشن. هو بيديك احساس المحيط العميق، بيديك الاحساس الخاص بالمحيط. انت اول ما ترشه في البداية بيديك ريحة الحمضيات، ريحة حمضيات قوية، ومع احساس الحمضيات القوية ده في ريحة فاكهة اشبه بريحة المانجا الخضراء. يعني اما تجيب كده المانجا الخضراء في الصيف وتشمها هتلاقي ليها ريحة كده معينة، فانت بتاخد ريحة الحمضيات مع ريحة المانجا الخضراء دي، وريحة نوتات بحرية قوية جدا ومنعشة بشكل لطيف جدا. وهي مش زفرة، يعني هو مش بيديك الريحة الزفرة خالص، بالعكس هو بيديك ريحة بحر، كأنك واقف قصاد مسطح مائي، او كأنك واقف قصاد بحر، او كأنك واقف قصاد محيط. فبتاخد السي بريز ده زي ما بنقول كده، زي ما بنسميه، بتاخد نسيم البحر كده، هواء البحر بقوته مع الحمضيات ومع ريحة المانجا الخضراء اللي موجودة في البداية. بعد كده الريحة بتبدأ يعني تاخد اتجاه أقوى، وتبدأ تظهر ريحة الملح. في ريحة ملح هنا مع ريحة مارين قوية جدا، ومش مؤذية ومش عنيفة ولا حادة أو مزعجة. هي ريحة لطيفة تحسسك بانتعاش أكتر، تحسسك بالإحساس المائي أكتر. وبعد كده تظهر معاك في الدراي داون ريحة الخشب، ريحة خشب لطيفة وممتعة ونظيفة، تخلي ريحتك حلوة. انت في الصيف او في الاجواء الحارة، العطر ده من العطور اللي هتأدي معاك كويس قوي. ريحتك هتفضل حلوة طول اليوم، وريحتك هتفضل منتعشة طول اليوم. لو درجة الحرارة بقت 40 هتفضل ريحتك حلوة، وهتفضل ريحتك بتفوح. وانا اكتشفت ان هو بيفوح في درجات الحرارة العالية. يعني انا جربته في اجواء بارده، لقيت ريحته حلوه جدا واداؤه قوي جدا. ولكن في يوم من الايام كان الجو حار، ورشيت رشتين اندهشت من الاداء، لقيت ان الاداء اقوى بكتير من الايام اللي ممكن نحس انها بارده شويه او درجات الحراره فيها معتدله. فده لو انت نازل في يوم الصبح رايح الشغل، او هتخرج مع اصدقائك بالليل، او هتخرج في خروجه رومانسيه، او عندك مناسبه من المناسبات وحابب ان انت تبقى داخل بعطر كده فريش، عطر شيك، عطر شبابي كده ومنتعش ومنطلق في اجواء حاره او حتى اجواء معتدله، فالعطر ده من العطور اللي هتأدي معاك بشكل كويس جدا. هو في ريحته مزيج ما بين اكوا دي جيو بروفوندو مع عطر بولو ديب بلو، بيدي احساس كده مشترك ما بينهم. ولكن هو عطر من العطور اللي انا برشحها لك لو انت حابب ان انت تشتري عطر واحد طول الصيف ويديك انتعاش وريحة لطيفة، فانا رشح لك ديب اوشن من دار منى الياسمين. بعد كده معايا عطر تاني بقى، او هو العطر رقم 5 بمعنى اصح يعني، وللأسف الزجاجة الخاصة بيه كانت عندي وخلصت، وهو عطر باد بوي من كارولينا هيريرا. باد بوي هو من العطور اللطيفة جدا. يعني هو عطر فيه لمسة كده فاكهية غريبة خشبية. انا قبل كده شميتها انها ريحة تفاح، واعتقد بسبب الكلاري سيج هي اللي بتدي الاحساس الخاص بريحة التفاح ده بالمناسبة. ومع الفيتيفير بقى بعد كده تبدأ تشم ريحة تونكا، ريحة كده أشبه بما يكون إنها ريحة مسكرة على لمسة فانيلية. وبعد كده بقى بتشم ريحة كاكاو، في ريحة كاكاو في الدراي داون بعد ما العطر بيجف وبيهدى، بتشم ريحة أشبه بريحة الكاكاو بجد. هي ريحة لطيفة جدا وبتيجي بشكل باودري كده لطيف، فانت بتحس ان ريحتك حلوة. يعني انت بتبقى ريحتك حلوة طول اليوم، وريحتك بتعجب الناس اللي انت بتقابلهم. وهو من العطور اللي ادائها كفوحان اداء قوي في البداية بالمناسبة. يعني في اول نص ساعة لاول ساعة
البرفيوم هينتشر في كل الارجاء اللي انت بتتحرك فيها، وهيبقى قوي جدا، والثبات هيقعد معاك من 12 ساعة ل 24 ساعة، ريحته واضحة على لبسك. ومع حركتك ومع مجهودك، اما حد يقرب منك او اما تعدي حوالين اصدقاء او زملاء موجودين في الشغل، ريحتك هتبان. فهو من العطور اللطيفة، ولكن يعيبه في مصر دلوقتي انه سعره مرتفع. سعره في مصر دلوقتي تقريبا فوق $90. فهو من العطور لو انت البادجت بتاعتك مساعدك اشتري، يعني انا اضمن لك ان هو هيعجبك ويعجب كل الناس اللي حواليك. لو انت شايف ان هو هيبقى مرتفع في سعره وغالي عليك، دور على بديل ليه. فانا ارشح لك الDNA ده، ارشح لك الاتجاه العطري ده، هيعجبك وهيبسطك وهيأدي معاك في ايام الربيع المعتدلة او الباردة، وتحديدا بالليل. هو عطر من العطور الجميلة. ما تنسوش تقولوا لي ايه العطور اللي انتوا جربتوها من العطور اللي اتكلمت عنها، وقولوا لي ايه عطوركم الفترة الحالية. وما تنسوش طبعا تعملوا لي لايك وسبسكرايب. شكرا لكم واشوفكم في تقييم جديد.